السلام عليكم ورحمة الله. مرحب بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وحشتوني جدا جدا. بشكر كل المشتركين، أسعدتوني وشرفتوني ومنوريني دائما. الله يسعدكم. الما مشتركين فضلا وليس أمرا اضغطوا على زر الاشتراك ودعمي بلايك. الليلة مع بعض هنعمل بكاسة لبن أحلى ملاح نعيمية. يلا مع بعض نعرف كيف نعمل ملاح النعيمية. قبل ما نبدأ نصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ملاح النعيمية من الأكلات السودانية. ملاح مرة حلو ومرق بتعمليه النعيمية. جربوه إن شاء الله حيعجبكم. بكاسة حليب بكاسة لبن رايب. يلا تخلي اللبن يكون برا من الثلاجة إلين يعني يتخمر زي ما احنا هناك بنقول له اللبن الخمير، وبعلبة زبادي واحدة واللبن الخمير. يلا مع بعض نشوف باقي الحاجات اللي بنعمل منها ملاح النعامية. يلا عندك بصل، أنا عندي بصل ناشف بيستخدمه، لكن لو عندك حتى لو ما عندك ناشف تبشري البصل العادي وتحمريه، يكون محمر يعني لازم يكون ناعم. تبشري البصل ده، البصل حقي احط فيه شوية زيت. طبعا لو عندك البصل الناشف بيتحمر بسرعة، بس تسخنيه على طول بيديك اللون اللي انت عاوزاه. ده البصل. يلا بعد ما احمر البصل، ده البصل بعد ما خلاص حمرته وجهزته، ومعجون الطماطم وفول الدكوة او الزبدة. فول الزبدة احنا بنقولها الدكوة، والثوم. يلا الحاجات دي كلها مع بعض اجي امزجها. فول الدكوة هو فول الزبدة، الزبدة هو بنقول فول الدكوة. اجي امزج الحاجات دي كلها مع بعض واحط عليها، احط عليها زيت. اجي احط عليها شوية زيت واحطها على النار. يلا زي ما شايفين دي الحاجات حقتي كلها خلاص جيت حطيتها. البصل والبصل المحمر والمعجون الطماطم وفول الدكوة والثوم، حطيت عليهم زيت. احطهم على النار لما يبدوا يشوهوا شوية كلهم مع بعض كده. اجي احط عليهم بعد ما يشوهوا شوية، اجي احط عليهم كاسة موية. كاسة موية بس تحط عليهم، لانه هتحط عليهم بعدين اللبن الرايب والزبادي. اخليهم شوية، يعني اكلة ما بتاخد من زمنك 10 دقايق، واحلى اكلة جربوها حتعجبكم. بعد ما خلاص خليتهم دقيقتين ولا 3 مع الموية، جيت حطيت عليهم الزبادي اللبن. حطيت عليهم اللبن الرايب او اللبن الخمير المخمر، يعني يكون فيه حموضة كده في طعمه، يعني ما يكون لبن عادي زي الزبادي. واجي امزجه مع الزبادي، اللبن مع الزبادي، اجي احطه في ملاح النعيمية. جربوها حتعجبكم، ما تاخد من زمنك 10 دقايق، ومرة حلوة حتعجبكم. يلا خلاص الحاجات دي بعد ما كلها مزجتها مع بعض، والزبادي مع الثوم وفول الدكوة والثوم. اجي هذه ايه الويكة الناشفة دي، الويكة الناشفة. يلا بعد ما خلاص خطيتهم كلهم مع بعض، اجي احط عليهم الويكة الناشفة. الويكة الناشفة هي ايه؟ هي البامية. البامية هي اللي بنشفها وبعدين نجي نعملها كده، تكون نقول لها الويكة الناشفة. بعد ما خلاص حطيت الحاجات دي كلها واستوت مع بعض، الزبادي مع اللبن والثوم، اجي احط عليهم الويكة دي. الويكة تحطيها شوية شوية عشان ما تكون كلها ما اتوزعت كويس. اجي احطها شوية شوية الويكة الناشفة او البامية. مرة حلو، جربوه حيعجبكم. يلا بعد ما خلاص حطيت الويكة شوية شوية في ملاح النعيمية. اكتر شي بنعمله ملاح النعيمية بيكون يوم الجمعة، فطور الجمعة، من الاكلات المحبوبة، الكبار والصغار بيحبوها. يلا ده خلاص بعد ما حطيت عليها الويكة دي، خلاص بعد ما حطيت عليها الويكة اخليها شوية يلا مع بعض نشوف تاني ايه فضل من ملاحة النعيمية. اجي اعمل فيها الثوم، اعمل لها كشنة الثوم. يلا بعد ما خلاص اعمل كشنة الثوم، اجي احطها على ملاح النعيمية. مرة حلو حيعجبكم ان شاء الله.
يلا بعد ما احط الكشنة على ملاح النعمية نجي نشوف بايه حناكل ملاح النعمية دي. الكشنة حقت الثوم جيت حطيتها على ملاح النعمية. يلا نجي نشوف حناكل ملاح النعمية بايه، بعصيدة. ملاح النعمية بناكلها بالعصيدة. العصيدة بنعملها من ايه، دقيق. تكوني مجهزة دقيق على حسب الكمية اللي انت عاوزة تعمليه. الدقيق العادي، اي نوع دقيق عندك. في ناس بيعملوها بالروز لكن انا افضل اعملها بدقيق عادي بس من غير روز. في ناس بيعملوا العصيدة من روز ودقيق، انا بعملها بس بالدقيق. حتى لو عندك سميد كمان يمديكي تعمل العصيدة منه، يعني تقدري تعمل العصيدة من السميد. ده الدقيق العادي. اكون هنا مجهزة موية، يعني تكون الموية قليت في النار. اجي انزل عليها الدقيق شوية شوية. انزل الدقيق شوية شوية على الموية لين يديني، لما يديني القوام اللي انا عاوزاه للعصيدة. دي كلها من اكلات سودانية مرة حلوة، حيحبوها الصغار والكبار كلهم بيحبوها، أكلة النعيمية بالعصيدة. يلا ده شكل العصيدة بعد ما خلاص خلصته. ده الدقيق عملتها بس. العصيدة ما تكلفك غير موية ودقيق، موية ودقيق، وتعمليها الأشكال اللي انت عاوزاها، ولا في آه الصحون اللي انت عاوزة تعمليها على حسب الشكل اللي انت عاوزة تعمليها العصيدة. يلا يا حبايب ده الشكل النهائي لملاح النعيمية. أتمنى الفيديو يكون عجبكم لليوم واستفدتوا في عمل ملاح النعيمية. نسيت ما قلت لكم الملح، برضو بنحط الملح. يلا بحط لكم المقادير.